رايح فين رايح فين؟ تعال. ايوه كده، برافو. ازاي؟ رايح فين؟ تعالي. اختك اهي. طب ازيك انت؟ عاملين ايه؟ ماشي. محمد ممدوح صاحبي لسه مكلمني دلوقتي واداني رسالة، والله يعني مش عارف اقول له ايه. يعني ما ينفعش اشكره عشان هو اصلا اخويا. لما امبارح اصلا اول مره احس اني فخور بيك، واول مره احس ان انت فرحتني. اول ما شفت الفلوج اللذيذ في الموضوع اني شفت فلوجك بعد فلوج هو حازم الصديق. ما هيش اختلاف، بالعكس حسيت ان الفلوج مش متقارب. حسيت انه اللي هو بينافس الفلوج، ان مفيش اختلاف، ان ما حسيتش ان انا بتفرج على مستوى ونزلت الليفل ثاني مره واحده. بجد والله. الفلوج وقلت لك قبل كده انا فرحان جدا، فرحت جدا جدا جدا، وفعلا حسيت اني فخور بيك، وانا فخور ان انت صاحبي، وحبيت اقول لك الكلمتين دول. ما ينفعش ان انا اروح اقول له شكرا ليك وده حاجه حلوه وجامده، عشان انت ما ينفعش تشكر اخوك على حاجه هو بيعملها لك. فمش عارف اقول له ايه الصراحه. التشجيع ده يا جماعه حاجه مش قليله، ده حاجه بتدي طاقه، حاجه بتدي ايجابيه، حاجه بتدي يعني مجرد كلام اهو من ناس معينه بتخليك عايز تكسر الدنيا عشان توصل لهدفك، عشان الناس دي مبسوطه بيك. عايز اقول لك ان انا بحبك في الله تاني، وعايز اقول لك ربنا يديمك مشجع دايما لكل الناس، مش ليا انا بس. فدايما يا جدعان خليكوا ناس مشجعه للناس اللي حواليكوا، خليكوا ناس تدي طاقه، عشان انتوا يعني انت واجبك اصلا للناس اللي انت تعرفها ان انت تشجعها. انا شايف ان هو واجب، من هو مش انا بعمله عشان ده مني كده، لا ده واجب عليك. اي حد واجب عليه ان هو يشجع الشخص اللي منه، عشان هو طب انت ليه قريب منه؟ طالما انت مش بتشجعه، مش بتديله حاجه زي التشجيع، يبقى انت قريب منه ليه؟ لو مش هتقدر على ده او مش هتقدر تديله واجباته، حاول تنسحب من حياته عشان هو يلاقي ناس تانية يبقى هو الاقرب له، عشان محدش هيعرف يشجعه ولا يديله الطاقة دي بالنسبة دي غير الناس القريبة منه. فانت لو انت ناس من الناس القريبة منه، حاول تكون كده او حاول تبعد عنه، عشان هو مش هيلاقي حد تاني، انت الوحيد، او انت من الناس القريبة، فانت محسوب من الناس القريبة. فحاول تكون مشجع اكتر، تدي طاقة اكتر، تدي ايجابية. حقيقي انا مبسوط من الفلوج بسبب ان هو فتح عيون الناس، او فتح عيون صحابي انا على حاجات هم مش واخدين بالهم منها. مروحة سوري. ديل كارنيج صاحب كتاب كيف تكسب الاصدقاء بيقول ايه؟ كان بيتكلم عن الشجاعة. بيقول ان كلمة واحدة مفعمة بالتشجيع والعاطفة والحنان ممكن تغير انسان من هو يكون انسان فاشل لانسان ناجح. انتوا متخيلين اللي هو يعني انا دلوقتي شخص فاشل بعمل حاجة فاشلة ووحشة، يعني انت لو جيت قلت لي ايه ده انت بتعمل حاجة جامدة جدا، وايه ده حاجة حلوة، ايه ده انت ما شاء الله، والله انا حاسس ان انت شخص كويس، ان انت حاسس ان انت هتبقى احسن، ان انت انسان كويس، ده هيغيره من انسان فاشل في المستقبل، وده بمشيئة ربنا يعني ده اكيد، الانسان ناجح. شجعوا الناس يا جدعان، يعني حسوهم ان هو بيعملوا حاجة، بلاش الاحباط، عشان انت مش متخيل الكلمة بتاعتك ممكن تأثر فيه ازاي. انت مش متخيل الكلمة بتاعتك هتيجي على نفسه، هتيجي على قلبه ازاي. يعني انت لما تيجي تقول له ايه اللي انت بتعمله، روح اتنيل ولا روح انت مش عقلك مش واصل له فكرة ان هو انت كده بتدمره، ان انت كده بتحبطه. فالانسان يا يقول كلمة حلوة يا اما يسكت، يحاول يسكت، يعني يحاول ما
يعني انت ما يعني طالما مش عارف تقدمه ما تأخروش يا عم، ما تقللوش يا عم، خليه ماشي على زي ما هو، بدل ما يكون ماشي بسرعة النملة من 1/1,000,000 ل2/1,000,000 ل3/1,000,000، ما تهبطوش وتخليه صفر. يعني انت يعني حرام كده يعني. بعيدا عن كل ده بقى، الناس اللي بتحجج ان مفيش حد بيشجعها او الناس بتحبطه، ستيف جوبز مثلا او بيل جيتس او مثلا والت ديزني مثلا، لما راح لجريدة بيوريها اعماله، فالجريدة بتقول له انت احنا ما ينفعش نشغلوك معانا عشان انت مستواك الابداعي اقل من المستوى العام بتاع الجريدة. لو كان خد اصلا بكلامه كان راح موت نفسه او كان راح انتحر. فانت يعني برضه لو ما لقيتش التشجيع شجع انت، منتظرش حد يشجعك، عشان انت لو انتظرت حد يشجعك احتمال كبير محدش يشجعك. فانت يعني انت يعني فما تحبطش بقى يعني تتدمر وعايز تنتحر وما تكملش في اللي انت عاوز تعمله. لا خلاص، تحاول ان انت ما تستناش من حد تشجيع، حاول ان انت تشجع نفسك. دي نقطة من اهم النقط، انت تشجع نفسك. فاكس بقى من الناس دي، فاكس من الناس الميتة دي. في عالم بيلف دلوقتي مش هيقف عليك، هيقف عليك انت. لو انت مش عارف تشجع نفسك يبقى انت فيك مشكلة يعني. لو عرفت تشجع نفسك ومفيش حد بيشجعك هتقدم ازاي اصلا؟ انا دلوقتي كنت عمال اتكلم وفجأة اكتشفت ان البتاع ما بيعملش ريكورد، ف انا محبط دلوقتي. هعيد تاني. التشجيع ده عامل زي كوباية فاضية كده عايزة تتملي دايما، لما اتملتش من الناس تتملي بيك انت. قول انا جامد، حتى لو كل الناس بتقول انت حمار. ناس كتير اتقال عليهم ان هم حمير وما بتفهمش، في الاخر الناس دي غيرت العالم. فلو انت ما فشلتش يبقى انت مش هتنجح. ده مباشر كده، لو انت ما فشلتش يبقى انت مش هتنجح، عشان ما فيش حد ما بيفشلش. وكتر ما الفشل كان قوي جدا كتر ما العودة بتاعتك كانت اقوى، فالحاجة اللي انت عملتها دي بتطلع اقوى بكتير جدا. بس كده انا خلصت كلام.